السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. هنتكلم النهارده عن موضوع طلبتوه مني كتير قوي على الانستجرام، وهو ازاي نهتم بصحتنا مع الرضاعه وازاي نزود اللبن. وبالمناسبه بس اللي مش عارف الانستجرام بتاعي ده اليوزر نيم، لو حابين تبعتوا لي اي اسئله او اي موضوعات حابين نتكلم فيها ابعتوا لي هناك، وان شاء الله هنزل لكم اللي انتوا عايزينه. اول حاجه مهمه جدا بالنسبه للرضاعه عشان تزودي اللبن، اهم حاجه انك تشربي ميه كتير جدا. ازازه الميه ما تبعديهاش عنك، كل ما ازازه الميه ما تفضى روحي مليها على طول وحطيها جنبك. وبالذات ساعه الرضاعه بقى انت اصلا بتبقي حاسه انت عطشانه جدا، فاشربي ميه كتير قدر الامكان. وبالذات بقى احنا كمان في الصيف بنحتاج ميه وسوائل كتير قوي. عايزه اقول لك ان شرب الميه مفيد ليكي جدا لزياده اللبن وانتاجه، ومفيد كمان للبيبي عشان ما يحصلش مثلا امساك وبطنه توجعه وانت بقى تتعبي معاه وكده. فالميه مهمه جدا جدا عشانك وعشان البيبي. تاني حاجة لازم تهتمي بيها قوي هي انك تاخدي الفيتامينات بتاعتك. استمري على الفيتامينات اللي كنت بتاخديها ساعة الحمل. واهم الفيتامينات اللي لازم تهتمي بيهم قوي الاربع فيتامينات اللي هقولك عليهم. فيتامين د مهم جدا جدا. الكالسيوم اهم حاجة بجد الكالسيوم، لان طبعا الرضاعة بتستهلك من الكالسيوم اللي في جسمك. وبتحتاجي يعني الكالسيوم ضروري طبعا تدخلي في اكلك اكلات فيها كالسيوم كتير وكده. كمان فيتامين الحديد برضو مهم قوي. وكمان الاوميجا 3 لازم برضو تهتمي بيها. فالاربع فيتامينات دول افضلي مستمرة عليهم طول فترة الرضاعة. الحاجة اللي بعد كده بقى الاكل الصحي، طبعا ده مش هنختلف عليه خالص. يعني لازم تاكلي اكلات صحيه تديكي طاقه وتديكي باور، لان الرضاعه بتستهلك من طاقتك جامد جدا وبتفرهدك اصلا وبتتعبك. زائد بقى اصلا مجهودك اللي بتعمليه في البيت والاكل والشرب والنون والفرهده بقى والعياط والزن كل ده. فلازم تاكلي كويس قوي قوي عشان تقدري تستمري وتقدري انك ترضعي واللبن عندك يزيد. من الاكلات اللي هتديكي طاقه وباور زي مثلا المكسرات، البلح، الفواكه، الخضار، اللحوم، العصاير اللي هي العصاير الفريش طبعا. فالحاجات دي اهتمي بيها كويس قوي وافضلي دايما كليها. والسمسم اهتمي باكل السمسم جدا عشان مفيد قوي قوي. كمان بعيدي عن الاكلات الغير صحيه اللي مليانه زيوت وسكريات. من الحاجات بقى برضو اللي تبعدي عنها زي المسبكات، الحاجات اللي مليانه توم كتير، الحاجات بقى اللي بتعمل انتفاخ. يعني اكيد انت عارفه بقى الاكلات ديت، فبعيدي عنها شويه حتى الفتره الاولانيه بالذات، يعني عشان دي بتعمل انتفاخات وبتوجع بطن البيبي وانت هتتعبي معاه كمان. يعني فبلاش في الفتره الاولانيه خصوصا اول 6 شهور، لان هم اصلا بيتعبوا دايما من بطنهم والانتفاخات وكده. فبلاش، ابعدي عنها واهتمي اكتر بالاكلات الصحيه اللي هتفيدك وهتفيد البيبي. كمان من الحاجات اللي هتفيدك قوي وتفيد اللبن بتاعك انك تشربي مشروبات سخنه، زي اليانسون، زي الحلبه، زي الشمر. الحاجات دي مفيده قوي قوي للبن وبتزود اللبن كويس. كمان تشربي مشروبات عصاير يعني كتير، عصاير فريش. النقطة اللي بعد كده بقى انك ما تحمليش نفسك فوق طاقتك، لانك انت اصلا في الفترة الاولانية بتبقي مخضوضة ومش فاهمة ومش مرتبة نفسك والدنيا جاية عليكي جامد، فانت اصلا ما بتيش قادرة اساسا. فانت اللي مش هيتعمل النهارده يتعمل بكره، واللي مش هيتعمل بكره يتعمل بعده. في داهيه في داهيه اي حاجه. المهم انت تبقي كويسه والبيبي يكون كويس، ما تضغطيش على نفسك، وان شاء الله كل حاجه هتتعمل. وكمان اطلبي المساعده من اللي حواليكي، سواء بقى من مامتك، سواء من مثلا حماتك، من جوزك نفسه يساعدك ويحاول برضو ان هو يشيل عنك شويه، يعمل معاكي حاجه في البيت، مثلا يشيل عنك البيبي، ينيمه مره، يهديه مرة، ينزل بيه يتمشى في الهواء شوية، وهكذا. عشان انتي برضو الحمل بيكون عليكي في الأول، فهوني على نفسك. اللي بعد كده بقى هي من أهم النقاط اللي أنا اتكلمت فيها، وأنا عارفة إنها من رابع المستحيلات يعني إن هي تحصل، بس حاولي قدر الإمكان إنك تبعدي عن أي ستريس أو أي حزن. أنا عارفة إن الحياة ضغطانة وإن إحنا تعبانين، وبالذات قوي الأمهات الجديدة. أنا مريت بنفس اللي أنتوا مريتوا بيه ده، وعارفة إن الدنيا بتبقى مضغوطة وإنك لسه في حاجة جديدة عليكي ومش متأقلمة ومش فاهمة ومش عارفة تظبطي نفسك ومتخبطة وكده. وطبعا الهرمونات كل ده يعني بيتعبك نفسيا وستريس والنون بقى والزن والحياة الجديدة.
فانا عارفه ان ده بيتعبك، بس معلش حاولي قدر الامكان انك تخرجي نفسك من اللي انت فيه، وانك تبعدي عن اي ستريس او اي حزن، عشان ده بيأثر جدا على نفسيتك وصحتك وعلى كمان البيبي، لان ده بيتأثر بيه عن طريق اللبن. هي فتره وهتعدي، ما تخافيش. ان شاء الله يعني ربنا يعينك، وهتبداي تفهمي واحده واحده هو هنا ليه بيعيط وهو هنا ليه بيزن، تبداي انك تتأقلمي على الوضع ان شاء الله، وهتعدي ما تقلقيش. وبكره بقى يكبر، ويعني هتشتاقي والله للايام اللي هو كان فيها بيبي كده وصغنن. وبس كده، انا كده خلصت النهارده، مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده واكون رغايه. اتمنى تكونوا استفدتوا، ويا رب تلتزموا باللي انا قلت عليه، وربنا يعينكم يا رب ويديكم الصحه ويقويكم، وان شاء الله هتعدي ما تخافيش. مع السلامه.